الحكومة السنغالية كانت طالبات بفتح تحقيق شفاف، حيت بانت ليهم شي أمور ماشي هي هذيك في التسيير المالي والإداري ديال الكاف، وهذا الشي خلى العلاقة تشنج شوية. رد موتسيبي في واحد الخرجة إعلامية، موتسيبي جاوب بواحد الطريقة فيها نوع من الدبلوماسية الماكرة. اعتبر هاد الانتقادات والمطالبة بالمحاسبة هي أجمل هدية يقدر يتلقاها. علاش اعتبروها هدية؟ حسب المنطق ديالو، قال باللي الانتقادات كتخلي المؤسسة الكاف تحسن من راسها وتصلح الأغلاط، وباللي هو مع الشفافية ومع أن أي واحد عنده دليل على فساد يخرجه. المضمون الخفي، هذا الرد كيتعتبر ذكي، حيت عوض ما يدخل في صراع مباشر مع السنغال أو يبان باللي راه كيدافع على الفساد، قلب الطاولة وبين باللي الكاف منفتحة على المحاسبة. واخا بزاف ديال المتتبعين كيشوفوا هذا الشيء غير كلام دبلوماسي باش يمتص الغضب ديال المسؤولين السنغاليين. باختصار، السنغال قالت ليه كاين ريحة الفساد، وهو جاوبهم شكرا حيت نبهتونا، هذه هي احسن حاجة باش نطوروا الكرة في افريقيا. بخصوص هاد القضية ديال السنغال والمغرب، في الطاس CAS راه كاين خلط كبير في المعلومات اللي كتروج. هاك التوضيح ديال الوضعية الحالية، ما كاينش دعوة مباشرة ضد المغرب كبلد. قانونيا السنغال او الاتحاد السنغالي ملي كيمشي للطاس كيمشي يطعن في قرار ديال الكاف الاتحاد الافريقي، ماشي ضد الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم مباشرة. اصل المشكل، القضية غالبا كترتبط بالاحتجاج اللي كانت دارته السنغال بخصوص أهلية واحد اللاعب لامين كامارا في بطولات سابقة، أو بخصوص قرارات تنظيمية وتحكيمية كيشوفوا فيها محاباة أو أخطاء إدارية من الكاف لصالح أطراف أخرى. فين وصلت المحاكمة؟ لحد الساعة الطاس باقت ما أصدرتش حكم نهائي كيقضي بإدانة المغرب أو تغيير نتائج ملموسة. الإجراءات في المحكمة الرياضية كتاخذ وقت طويل، شهور وأحيانا سنوات، باش يدرسوا الملفات القانونية. الجانب السياسي والرياضي، التصريحات اللي قريت عليها ديال موتسيبي كتبين باللي كاين ضغط سياسي كبير من الحكومة السنغالية على الكاف باش تبين نزاهتها، والمغرب كيتحط في الواجهة حيت ولا قوة ضاربة في الكواليس ديال الكرة الإفريقية لوبينغ، وهذا الشيء كيقلق بعض المنافسين. الخلاصة، القضية باقت في الرفوف ديال المحكمة الرياضية الدولية كإجراء قانوني ضد قرارات الكاف، ومازال ما كاين حتى قرار رسمي كيغير الواقع الرياضي الحالي. هاد التحركات غالبا كتكون وسيلة للضغط باش تضمن السنغال تحكيم وتسيير عادل في المستقبل.